10 حاجات لو انتي او انت بتعملوهم حياتكو هتتدمر. تعالوا نشوف مع بعض ايه هما ال10 حاجات، واخر واحدة هي الاهم على الاطلاق، فتابعوا الفيديو للاخر هتستفادوا منه كتير. اول عادة بتعملوها وممكن تدمر حياتكو هي الكسل. لو انتي كسلانة تذاكري، لو انت كسلان تشتغل، لو انتي كسلانة تشوفي شغل البيت، الكسل ده بيأخر كتير، بيخليك على طول ما بتنجزش حاجة في الحياة، ما بتعملش حاجة جديدة في الحياة. بيخليك دايما متأخر، بترجع لورا. الكسل بيرجعك لورا. عمر الكسل ما هيدفعك لقدام، عمر الكسل ما هيغير حياتك. تاني حاجة السهر. لو انت او انتي بتسهروا، السهر ده بيدمر الصحة، فبالتالي انتوا بتدمروا مخكوا، فما بتعرفوش تفكروا كويس، بتبقوا مقريفين دايما، يومكم ما بيبقاش احسن حاجة. ده نتيجة السهر. ربنا خلق لينا بالليل عشان ننام ونرتاح ونريح جسمنا ونريح مخنا وخلايانا تتجدد، عشان نعرف نواصل اليوم بطلاقة وبسلاسة. صح ولا مش صح؟ تالت حاجة المقارنة. دايما لما تحطي مثلا اللي قدامك بمقارنة مع حد، يعني انت مثلا متجوزة، دايما تقارني جوزك، لا ده احسن منه، ده جايب لمراته مش عارفة فيلا فين، ده جايب لها عربية، ده بيوديها نادي، ده بيفسحها كل شهر في حتة شكل. بلاش. وانت كمان مقارنش مراتك، دي فيها ودي ما فيهاش. المقارنة بتقتل بجد. طول ما انتي او انت بتقارن اللي معاك بحاجة تانية، بتقارن نفسك ذات نفسك بحد معاه فلوس، معاه شركات، معاه عربيات، معاه اي حاجة تانية، عمرك ما هتوصل في حتة، عمرك ما هتوصلي في حتة، هتفضلوا متأخرين. والله العظيم المقارنة دي خطر خطر خطر. بلاش بلاش تقارنوا نفسكم بحد. كل واحد وليه إمكانياته، وكل واحد وربنا حطه في مكان معين، المكان ده هو بينجح فيه. رابع حاجة الغضب. الناس اللي بتغضب بسرعة، الناس كثيرة العصبية اللي ما بتعرفش تسيطر على أعصابها، غلط. نحاول يا جماعة نسيطر على أعصابنا. الغضب أو النرفزة، أو انتي ما تكوني بتنرفزي على حد، ممكن تقولي كلام انتي مش مدركة انتي بتقولي ايه، يخسرك اللي قدامك. وللأسف الكلام وقت الزعل ما بيتنسيش، بيفضل محفور في القلب. فنحاول وقت الغضب نتلاشى نتكلم مع اللي قدامنا، نسيطر شوية على غضبنا. هنخسر كتير، وهنخسر ناس بنحبها كتير. خامس حاجة الشكوى. ما تقعديش تشتكي عمال على بطال، قولي الحمد لله على كل شيء، وكل شيء هيتدبر. والشكوى لغير الله مذلة. صح ولا مش صح؟ سادس حاجة الكذب. انتي لو متعودة او انت متعود تكذبوا كتير، هيدمر حياتكم. لان مسير الكذاب في يوم من الايام بيتعرف ان هو كذاب. لانه والله العظيم انتي كذبتي في حاجة النهاردة هتتكشفي. مفيش بني ادم بيكذب وما بيتكشفش في يوم من الايام، وفي الاخر بيتعرف انه كذاب، والناس عمرها ما هتثق فيه تاني. فبلاش كذب. نحاول نقول الصراحة لبعض. مش هيحصل حاجة لو انت كنت صريحة مع الطرف الآخر. لو انت كنت صريح مع اي حد انت تعرفه، صديقك، مراتك، اي حد، يعني الصراحة حلوة، والصراحة بتريح. الكذب بيتعرف والثقة بتتهدم. سابع حاجة الغرور. إياكم إياكم والغرور يا جماعة. من تواضع لله رفعه. التواضع، خليكي متواضعة، خليك متواضع. والله انتوا لما تكونوا متواضعين، الناس اللي قدامكم هيحبوكوا أكتر، هيحترموكوا أكتر، هتبقوا محبوبين جدا.
بلاش الغرور، بلاش الغرور. تامن حاجة إضاعة الوقت. بلاش نضيع وقتنا في حاجة مش مفيدة. الناس اللي على طول قاعدة على موبايلاتها دي، وقاعدة على طول في السرير، قاعدة في الليفينج، قاعدة في أي حتة وبتضيع وقتها في أي حاجة، حتى مكسلة تروح تشتغل، مكسلة تعمل شغل البيت، مكسلة تنزل من بيتها بسبب إن هما بيضيعوا وقت. نحاول نستثمر الوقت في حاجة مفيدة، نتعلم حاجة جديدة، نتعلم لغة جديدة، نتعلم أي حاجة احنا مش عارفينها. نحاول والله العظيم، يعني حتى احنا نفتخر بنفسنا وهنحس ان احنا بنعمل حاجة مفيدة في حياتنا، نعلم اولادنا حاجة مفيدة. يعني ما نقعدش كده، ربنا هيسألنا على الوقت اللي احنا بنضيعه على الفاضي. فنحاول نستثمر الوقت ده في حاجة مفيدة. تاسع حاجة صحبة السوء. بلاش نصاحب بني ادمين مش كويسين. لو انتي لقيتي صاحبتك مش كويسة ابعدي عنها، لان المش كويسة دي والله العظيم هتجرك في يوم من الايام انك تبقي زيها، هتسيطر على افكارك لو انتي مش عندك الايمان الكافي ان الحاجة دي غلط. وانت كمان لو صاحبك مش كويس، صاحبك بيجرك انك تعمل معاصي، تعمل ذنوب، تعمل اي حاجة وحشة، ابعد عنه فورا. لان الصاحب ساحب. ايوه، صاحبك لما يكون كويس انت هتحاول تبقى زيه، تقلده، ان انت تبقى كويس زيه، تعمل الحاجات الكويسة اللي هو بيعملها. لكن صاحبك او صاحبتك هتكون مش كويسة، غصب عنكوا هتلقطوا العادات السيئة منهم وهتعملوا زيهم، ده غصب. فنحاول نبعد عن صحبة السوء. آخر حاجة وهي أهم حاجة فيهم كلهم، الناس اللي بعيدة عن ربنا. لو انت بعيدة عن ربنا، انت بعيد عن ربنا، حياتك هتتدمر. والله العظيم مفيش حد بيقرب من رب العالمين وبيعمل الفروض والعبادات اللي عليه وحياته حياته هتلاقيها كويسة جدا. هتلاقيه موفق في شغله، موفق في حياته، موفق في صحته، موفق في ماله، موفق في أمواله. هتلاقي عنده بركة في كل حاجة في حياته. فنحاول نلتزم بالزكاة والصلاة والصوم والصدقة وقيام الليل. يا جماعة بجد القرب من ربنا هو اللي هيخليك تكسب دنيا وآخرة. أتمنى بدعم القناة والاشتراك فيها ولايك للفيديو وشير للفيديو وكومنت بدعوة حلوة ولكم مثلها إن شاء الله.